عدلي القيعي يحصل على توقيع نجم الزمالك في فيلا التجمع. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على النبي محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. كشف مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار التقيل، انفراد لقناة أسرار وأخبار. حضراتكم عارفين ان امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي ولاعب نادي الزمالك السابق موجود حاليا في السنبلاوين لحضور حفل زفافه. امام عاشور قبل ما يسافر لنادي ميتلاند الدنماركي عرض نفسه على النادي الاهلي، وحصل اتفاق بينه وبين الكابتن عدلي القيعي قبل ما يسافر مباشرة. امام عاشور سافر لميتلاند الدنماركي بناء على مدرب الفريق الدنماركي. مدرب الفريق الدنماركي هو اللي طلب امام عاشور، وهو اللي قال انا عاوز امام عاشور. طيب دلوقتي اللي حضرتك ما تعرفوش ان مدرب ميتلاند الدنماركي تمت اقالته. هنا امام عاشور حس بالخطر، حس بالخطورة، قال لك كده انا مش هلعب. المدرب اللي كان عاوزني تمت اقالته، وفي بعض الاصوات في النادي اللي انا بلعب فيه مش حاسه ان انا وجودي اضافه ليهم، او مش قابلين بمعنى اصح وجودي، فانا اخليني مع عرض النادي الاهلي. طب عرض النادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي ما اداش عروض لامام عاشور. النادي الاهلي قال لامام عاشور قبل ما يسافر خلص مشاكلك مع نادي الزمالك، وباب النادي الاهلي مفتوح لاي لاعب يستحق التواجد داخل النادي الاهلي. هنا امام عاشور وصل مصر عشان يحضر حفل زفافه، طبعا لازم نبارك له. فاتكلم مع وكيله، ووكيله اتواصل مع احد المسؤولين في النادي الاهلي، وبالفعل امام عاشور جاله تليفون من المهندس عدلي القيعي. قال له انت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ ايه اللي حاصل معاك؟ ايه مشكلتك؟ قال له يا باشمهندس عدلي انا محتاج اقابلك. الكلام ده من مصدر داخل النادي الاهلي مقرب جدا من المهندس عدلي القيعي. اتقابلوا، عملوا جلسة مع بعض في احد الفيلات الخاصة بالمهندس عدلي القيعي. الجلسة دي خلصت على ايه؟ خلصت ان امام عاشور مضى تعاقد مع النادي الاهلي لمدة 4 سنوات. كده امام عاشور اصبح لاعب في النادي الاهلي؟ لا، ما اصبحش لاعب في النادي الاهلي. لسه في مفاوضات هتتم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بين النادي الاهلي والنادي الدنماركي، لان يعني امام عاشور دلوقتي يعني على قوة النادي الدنماركي. هيكون في مفاوضات بين النادي الاهلي وبين النادي الدنماركي، وامام عاشور يعني بنسبة كبيرة يعني بسبب الاحداث اللي احنا شايفينها، وبسبب ان اللاعب ما بقاش مرتاح، وان اللاعب اشتكى كذا مرة، قال المدرب مشي وانا اتسرعت، وانا رحت نادي الاضواء مش متسلطة عليه كتير في اوروبا، وحاسس ان انا مش هقدم حاجة في النادي ده، فانا اخليني في النادي الاهلي جماهيريا اكتر، بطولات قارية اكتر، مشاركات على مستوى كاس العالم، مشاركات على مستوى دوري ابطال افريقيا، دوري مصري، بطولات كتير، الاضواء متسلطة عليك، عكس ميتلاند الدنمارك اللي مش هنشوفه غير كل سنة مرة في الدوري الاوروبي. فبكده يعني امام عاشور بنسبة كبيرة جدا في الصيف المقبل هيكون في النادي الاهلي. الى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم باذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.